يا شباب، عميلين أمريكيين متخفين كزوجين واثقين يتقدموا نحو البيت الأبيض قدامهم، وفي نفس الوقت القناصة مختبئين في الغابة جاهزين. وقائد الجيش الأمريكي مسكر هدفه على هذا البيت. بعدين العميلة البنات بتاخد حجة إنها تايهة وتدق الباب، بس في الحقيقة رمت قنبلة صوتية جوا العملاء المتخفين في الغابة. هجموا بسرعة البرق في لحظة. كل اللي جوا البيت تخلصوا منهم. هدفهم يا شباب إنهم يسرقوا مستند مهم جدا. بس تتوقعوا ليش الفريق النخبة ده جاي هنا؟ واللي جوا البيت دول مين بالضبط؟ وليه أمريكا مضيعة كل ده عشان تطهر المكان؟ القصة بتبدأ من قريب في أمريكا، في فريق خاص كده. دول محاربين الظل. كل أوامرهم من الرئيس مباشرة، بيعملوا مهام سرية ما حد يعرف عنها حاجة. عندهم حرية كاملة، مش لازم يلتزموا بقوانين الدول التانية. بيعملوا شغل سري مش ممكن يطلع للنور، زي الاغتيالات، تلفيق التهم، والفخاخ. والله ما في حيلة ما بيستخدموها. قبل ما يبدأوا المهمة، الفريق لازم يوقعوا على تعهد حياة أو موت، ويمسحوا كل علاقاتهم بالحكومة الأمريكية سواء نجحوا أو فشلوا. لازم يمسحوا كل أثر عشان محدش يعرف عنهم. قائد الفريق اسمه ماك. ربنا موهبه بشكل رهيب، بس بيعاني من اضطراب ثنائي. القطب جامد، طباعه زي بارودة، بس حاجة صغيرة تفرقع. علشان كده أمه ربطت له شريط مطاط على معصمه، وقالت له لو مش قادر يتحكم في مشاعره يشد الشريط عشان الألم يشتت انتباهه. لما كبر مرضه بقى أحسن شوية، نجح يدخل البحرية بجهده، وبعدها حقق إنجازات كبيرة في الميدان. عشان كده جات له الفرصة يدخل الفريق السري ده. في اليوم ده الفريق استلم مهمة جديدة: تطهير بيت آمن لوكلاء روس في شارع كريسمس، وياخد هارد ديسك فيه معلومات استخباراتية مهمة. ماك قاد الفريق وطلعوا بسرعة. بعدها بسرعة حاصروا البيت المستهدف، وفي نفس الوقت فريق الدعم التقني العبقري جاهز. هم اللي هيدعموا الميدان بأحدث التقنيات ويحموهم. أول حاجة بعتوا طيارة بدون طيار، استعملوا تصوير حراري عشان يحسبوا عدد الناس جوا البيت. بعدين اخترقوا نظام الأمان وأخذوا صور حية من جوا. وفي نفس اللحظة القائد العسكري الأمريكي ثبت هدفه على البيت ده. بعدين العميلة البنات خدعت وقالت إنها تايهة ودقت الباب، لكن في الواقع رمت قنبلة صوتية جوا. العملاء المختبئين في الغابة هجموا بسرعة البرق في طرفة عين. كل اللي جوا البيت تخلصوا منهم. الفريق سيطر على الوضع بسرعة. العملاء الروس ما كانوا مستعدين واضطروا يستلموا، ولما لقوا صندوق في الهارد ديسك في الغرفة جمعوا كل الأوراق بسرعة وصوروا الأسرة ورفعوا الصور للنظام عشان يتأكدوا من هويتهم. لكن في اللحظة دي واحد من فريق الدعم يا شباب فجأة اكتشفوا مصدر حرارة خفيف في الطابق الثاني. قائد الفريق زد بسرعة، بلغ الحارس المسؤول، أرسل حد يتفقد. والعميلة بدأت تصعد السلم بحذر، لكن لما فتحوا الباب لقوا المكان فاضي. الكل ظن إنها فخ، وفجأة صوت قلق من موظف اللوجستيات وصلهم الحرارة. كانت توريهم إن في غرفة سرية ورا العميلة، وفيها العميل كي لسه مخبي سلاحه وجاهز. قبل ما يخلص كلامه العميلة طلقت وطاحت على الأرض. باقي الفريق سمعوا الطلقات وردوا النار على العميل الروسي اللي قاوم، بس في حد استغل الفرصة ورمى غاز غامض. شافوا الموضوع، أمروا بوقف المهمة وخلوه اللي برا الخط الأمامي يطلقوا النار على كيفهم. وكمان عميل أمريكي مات في الفوضى. والله خرافي. في اللحظة دي نظام التفجير الذاتي اشتغل وسط النيران. الفريق قرر بسرعة يقضي على كل العملاء الروس، حتى الرجل اللي هرب من البيت. مارك كان مستنيه وأمسكه. قبل ما يموت الرجل دق على أسنانه وقال فريق مارك راح يندموا على اللي صار. بس ما خلص جملته طلقة قتلته بالله رحمه. على الجانب الثاني باقي الفريق جمع غنائمهم وهربوا من وسط النار. وبعدها قبل ما توصل الشرطة فجروا البيت كله، ما تركوا أي أثر. فريق اللوجستيات دخل من بعيد على نظام المراقبة يساعد مارك ورفاقه ينسحبوا بأمان. بعد شوية أعلنوا نتائج التحقيق. قالوا 7 ماتوا، كلهم عملاء من المخابرات الروسية، والرجل اللي قتله مارك كان عمره 18 سنة بس. بما أن قائد المكان ما لقى دليل، الشرطة المحلية قالت إنه نزاع داخلي في الأمن الروسي. في ناس قالت يمكن هجوم على مواطنين روس، بس كل التخمينات دي ما لها علاقة بالفريق اللي نفذ المهمة. بس اللي ما يعرفوه إن بين العملاء الروس اللي ماتوا كان واحد له منصب عالي موته. دفن كارثة كبيرة للزست اللي بعدها. يا جماعة الحلوين، مرت 16 شهر بسرعة في يوم. CIA استلمت معلومات جديدة. روسيا اتسرق منها كمية كبيرة من المواد المشعة تكفي لصنع 66 رأس نووي ملوث، والأمريكان مهتمين جدا لأنهم عارفين لو المواد دي اتصنعت أمريكا راح تدفع الثمن الأكبر. مارك قاد الفريق لتتبع الخيوط في جنوب شرق آسيا ليبدأوا الهجوم. بس لما قدروا يوقفوا السفينة لقوا بس شوية أسلحة وذخيرة وأعمال فنية مزيفة،
ولا أثر للمواد اللي بيدوروا عليها. يا إلهي، المخابرات أخطأت في المعلومة. مارك اتضايق جامد، حاول يهدى نفسه، بس ما قدر رجع القاعدة وكسر على علي صحابته. علي كانت مسؤولة التواصل مع المصدر، وقالت صراحة إنه المعلومة مش موثوقة، بس كانت خايفة، لكنها مصممة تثق في المصدر لأنه شرطي خاص محلي. المفروض ما يكون غلطة، لأنه البضاعة المسروقة قضية خطيرة. في اليوم التالي اجتمعوا في السفارة الأمريكية يخططوا الخطوة الجاية. رغم غضب مارك، أخذ المسؤولية عن الفشل، لكن كل ما شرح مارك أكثر وجوه الحاضرين صارت تعبانة. المواد المشعة دي قوة تدميرها رهيبة، لو وقعت في يد خاطئة الكارثة أكيدة. بعد الاجتماع مارك لاحظ علي مش على طبيعتها، دعاها تتمشى على الشاطئ. اكتشف إنها تعاني من اضطراب ثنائي القطب، وعلاقتها عائلتها مش كويسة بسبب مزاجها السريع. مارك نصحها تاخد راحة شوي وتحل مشاكل عائلتها وبعدين ترجع للفريق. بس المواد المفقودة لسه مفقودة، كيف تقدر ترتاح وهي وراها مسؤولية كبيرة؟ الموضوع مش بسيط، والمواد لسه مجهولة المصير. وفجأة رجل دخل بسرعة على بوابة السفارة وطلع هارد ديسك وقال إنه يعرف مكان المواد المسروقة. بالنسبة لأمريكا دي مفاجأة رهيبة. بسرعة دخلوه السفارة، وكان هو المصدر اللي علي بتتعامل معاه. هو قال إنه الهارد فيه مكان المواد بالتحديد، ولو يريدوا كلمة السر لازم يأمنوا خروجه بأمان الأمريكان. ما حبوش يكونوا تحت السيطرة، جهزوا خبراء يفحصوا الهارد. النتيجة، الهارد مشفر بشكل خرافي، والصعوبة أعلى من المتوقع والأسوأ. بعد 8 ساعات محتواه راح يمسح نفسه. عشان يعرفوا أكثر علي اضطرت تستجوب المصدر بنفسها، بس هو قال لهم إن المعلومات مش بس هتساعدهم يرجعوا المواد، دي ممكن تسقط حكومتهم. يا إلهي، علي تعصبت وحذرت المصدر يوقف لعبته، وأكد كلامه لما طلب منهم يراجعوا اللوحة المزيفة اللي لقوها في المهمة اللي فاتت. مش فاهمين بالضبط، بس رتبوا لفحصها بسرعة. وفعلا ورا اللوحة له مسحوق من المواد الكل. فهم إن الموضوع أكبر وأخطر مما توقعوا. مارك ما حب يكونوا تحت السيطرة، ضغط على الفنيين يعجلوا فك التشفير، وكمان جهز المصدر للفحص الطبي الكامل. واللي فاجأ الكل، المصدر ما بس تعاون، كمان نجح في كل الاختبارات. على طول وزير الأمن الروسي ويليام جاء بسرعة السفارة يطالب أمريكا تسلم له الخائن. يا شباب، دوي عايش لحظة فحص جديدة، وكان معرض لخطر ما حصلش قبله. 2 من العملاء الأجانب مختبئين بالسفارة من زمان، متنكرين كموظفين فحص، وحاولوا يقتلوا دوي، بس والله خرافي دوي كان منتبه لهم من الأول. في ثانية كشف دوي نية العدو من حذائه، رغم إنه مسكوب بإيد مقيدة على السرير، لكن قوته القتالية ما تستهانش بسرعة. استغل رشاقته وكسر قضبان السرير ورجع حر. قوته زادت على طول، وبدأ يسيطر على المعركة ضد القتلة اللي قدامه. مو ورفاقه كانوا بيراقبوه، وكلهم متأكدين إن الخصم خطير، وكمان مخبي أسرار كتير. الآن في غرفة المستشفى المعركة مشتعلة، ودوي يواجه هجوما مشترك من 2 من العملاء. خطف مفتاح العدو بدون رحمة، وقضى عليهم الاثنين. لما قوات الجيش الأمريكي وصلت، لقوا دوي ملطخ بالدماء، والقتلة جثث جامدة على الأرض. الحالة كانت صادمة. لما علي عرف الخبر جرى على المكان وشاف الفوضى بعينه. عينيها تصدموا، وهوية دوي صارت محل شك كبير بنفس الوقت. كمان فهم خطورة الموضوع، لأنه العملاء المختبئين في السفارة دول معمولين تدريب برو وتكلفة عالية، والغريب إنهم خاطروا بكل شيء وقرروا يقتلوا دوي. يعني المعلومات اللي مع العدو قيمتها أكبر بكتير من اللي كانوا متوقعين. وافقوا يرافقوا دوي لأمريكا عشان يبادلوا السر الرمزي لفك تشفير القرص الصلب. وفريق العمليات بدأ يتحرك بسرعة. ما أول حاجة عملها بلغز مسؤول الدعم يجهز نفسه للمساعد. بعدها ما قرر يطلب لجوء لدوي في السفارة، وقطع كل علاقته مع أمريكا. دلوقتي لو خرجوا من السفارة خطوة واحدة راح يفقدوا حماية أمريكا، وكل اللي يصير بعد كده هيكون على عاتق الفريق. قبل ما يطلعوا كل واحد من الفريق زرع جهاز مراقبة حيوي في إيده. بعدين أكد وجود 7 ناس بالمهمة، وبعد ما جهزوا كل شيء طلعوا بسرعة للمكان المحدد. بس في اللحظة دي روسيا كانت بتراقبهم عن قرب، والسلطات المحلية ناوية تقتل دوي. فمش راح يكون الموضوع سهل، هم نصبوا فخاخ في الطريق اللي لازم يمروا منه. الخطر قرب، والمهمة بقت على نار. يا ترم وفريقه كيف راح يتصرفوا وهم في الطريق لنقطة الدعم؟ يلا نشوف المعركة. ما قدر يمسك نفسه وسأل دوي ليش خان بلده. ورد عليه الحكومة هي اللي دمرت بيته وحياته. يا إلهي، واضح إن ورا القصة دي أسرار كبيرة محدش يعرفها. عشان يضمنوا خروج مم وآخرين بأمان، فريق الدعم استخدم الأقمار الصناعية يراقبهم لحظة بلحظة، وكمان اخترقوا نظام المرور بنجاح برو بجد رهيب. يا شباب،
الفريق المحلي من خلال تحليل دقيق للبيانات حدد أفضل طريق للفريق، وكمان سيطر على إشارات المرور عشان السيارة تمشي بدون توقف. بس مع كل ده فجأة وقفوا قدام جيش من القتلة، فريق موتوسيكلات جهوى من وراهم، لحقوا مارك وفريقه وما خلوا حد من الدعم يفلت. لما اكتشفوا الشيء الغريب بلغوا الفريق الخاص على طول، بس في اللحظة اللي كانوا بيستعدوا يراقبوا فيها إشارة الكمبيوتر اتعرضت للتشويش من جهة مجهولة. كل شاشات المراقبة طفت بالكامل، والأسوأ من ده التواصل بين الدعم والفريق الخاص انقطع. زون أمر بسرعة يرجع الفيديو عشان يشوف إيه اللي حصل، وطلع إن الموتوسيكل في اللحظة اللي قرب فيها من العربية لزق حاجة مش معروفة على جسمه. الكل توتر، بس كان الوقت فات. بعدين سمعت دوي انفجار رهيب. شاشة مراقبة الحياة أظهرت إن 2 من الفريق ماتوا في نفس المكان، والواحد الثالث اللي كان في العربية اتصاب إصابات خطيرة. وعربية مارك كمان ما نجت رغم إن ما حد مات، بس العربية اتكسرت جامد. والأسوأ من كده موتوسيكلات القتلى حاصروهم بالكامل، وبيستنوا الفرصة دي عشان يقضوا عليهم كلهم قدام نيران العدو المجنونة. الفريق الخاص كان صعب عليه يوقف، لكن الحمد لله وصل أخيرا إشارة التواصل في الوقت ده. آمي عبرت وسط رصاص الدنيا عشان تساعد زميلها المصاب، بس جرحه كان خطير وآمي كانت تقدر بس توقف النزيف. والحمد لله الدعم فتح عربية قريبة بناء على طلب مارك MC. لما عرف أمر اللي باقي من الفريق ينسحب بسرعة، وبمجرد ما قال الكلام كلهم تعاونوا وعالجوا القتلة بسرعة في نفس الوقت. MC تحرك بحذر وراهم وبمساعدة الدعم استقر الوضع شوي، لكن فجأة قاتل هجم على عربية جو كأنه مستعد يموت. رو شاف الموضوع وأشار لمارك يحمي الهدف، والحمد لله مع مهارة جو القاتل ما قدر يعمل حاجة في نفس اللحظة. ده استولى على العربية اللي كانوا محتاجينها وكان مستعد يهربوا بيها. MC جرى على زميله المصاب. حالته كانت سيئة جدا والأمل في نجاته ضعيف في الوقت ده. صوت زون في السماعة قال لهم ينسحبوا فورا. مارك مضطر يسيب زميله المصاب مع قنبلتين يدويتين، وبعدها شد أسنانه وقاد الباقيين للانسحاب. لما العربية خرجت من الحصار سمعوا الانفجار ووجوههم اتعكرت، لكن عشان ما يضيعش تعب اللي ضحى استمروا قدام. بس بعد المعركة العنيفة الذخيرة خلصت والعربية اتكسرت، وبعد ما تحركوا الوضع صار خطير جدا. وإمسي قرر القائد أمر يروحوا لأقرب قاعدة آمنة على الجانب الثاني، والدعم راجع الحالة حوالينهم ورسم أقصر طريق. وبعد شوية سيارة MC وفريقه دخلت القاعدة ببطء. المكان شكله مطعم عادي، بس الحقيقة في سر صاحب المطعم هو المصدر اللي زرعوه هناك. وفي نفس الوقت الدعم دخل نظام المراقبة جنب المطعم بيراقبوا أي خطر. المصدر لما شاف MC أومأ له بسرية ووداهم للمطبخ وقدم لهم الذخيرة الجاهزة وحلوا مشكلة نقص الطلقات مؤقتا. بعدين زون علم MC إن العربية الجديدة هتيجي خلال 6 دقايق. خلال الوقت ده لازم يقعدوا في المطعم ويكونوا على أعصابهم، لكن ما كانوا عارفين إن المخابرات الروسية بتراقب كل تحركاتهم وكشفت كل معلومات MC. واضح إنه هدفهم كمان هو الهارد ديسك ده. MC وفريقه ما قدروا يصبروا مستنين أوامر الانسحاب، بس القتلة اللي الحكومة المحلية بعتها زي الشبح ما بيروحوش MC. بص من شباك المطعم وعيونه تقابل قائدهم. بعدها الراجل بص حواليه ولقي الشوارع مليانة قتلى موتوسيكلات في الوقت ده. زون حذرهم في السماعة إنهم ما يطلعوش من المطعم، بس MC فكر شوي وقرر يروح للقائد بنفسه. حذر القائد لو معايز حرب يتجاهلهم كأنهم مش موجودين، لكنه ما كان متوقع إن القائد هيقول إن محتوى الهارد ديسك مهم جدا ولازم ياخده. الاثنين ابتسموا بابتسامة تحدي، ولا حد فيهم ناوي يتنازل. المفاوضات فشلت وMC ما قدر يسيطر على غضبه، سبهم كلام نار كأنه بيرش عليهم 100، وبعدين رجع للمطعم وهو معصب. وفي اللحظة دي عربية الدعم وصلت MC ما تأخرش وأمروا بالانسحاب فورا، ما كانش متوقع. بعدين حصل انفجار رهيب، المطعم تحول لأنقاض. أعضاء الفريق اتأثروا بالانفجار، قدم داك تمزقت دمها في كل مكان وما قدرش يتحرك مؤقتا. MC اتدفع على الأرض من قوة الانفجار ولسه ما قامش. دخلت 2 قاتلات للمطعم وهاجموا فورا. في لحظة الخطر الشديد زون كان سريع وذكي، ساعد كل واحد منهم يواجه قاتل، وبعد قتال عنيف قدروا يتخلصوا من القاتلتين. بس في اللحظة دي قتل تانيين جو وراحوا بيطلقوا نار مجنونة عليهم. الفريق ما ترددش وركبوا العربية وهربوا، لكن الخطر ما انتهاش لأن داك ما كانش عنده علاج وجراحه ما تعالجتش كويس. والأسوأ إنه المسافة للقاء الدعم 12 ميل والوقت اللي فاضل لهم قليل جدا، رغم إن الدعم رسمه أقصر طريق للانسحاب. بس مع مطاردة MC وفريقه كل حاجة مليانة مفاجآت. الشيء اللي زاد يأسهم هو إن المسافة لمكان الإمداد لا تزال 12 ميل.
والوقت المتبقي لهم صار قليل رغم أن فريق الإمدادات حدد أقصر طريق للانسحاب. لكن بالنسبة للMC ورفاقه اللي يتعرضوا للمطاردة كل شيء مليان متغيرات غير متوقعة. ما توقعوا أنه بعد ما انتهت الجملة السيارة تعرضت لصدمة قوية فجأة ولسه ما استوعبوا اللي صار. مجموعة من القتلة على موتورات ظهرت من الزاوية وحاصرتهم أمام مبنى، ولما شافوا القتلة المجهزين بالسلاح MC أمر بسرعة بالدخول للمبنى. لكن دوي اللي كان يعرف إنه جروحه خطيرة جدا أدرك إن الهروب شبه مستحيل، فكان مصر على إنه يبقى ويوقفهم. لما شافوا وجهه الحازم ما كان قدامه غير إنه يوافق بأسنان مشدودة. بعدها أمر آمي تأخذ دوي للمبنى أول، بينما هو صعد لأعلى مكان وحط كل قوته لدعم دوي متحملا الألم الشديد في جسمه، ورفع سلاحه وبدأ يطلق النار بجنون على القتلة. لكن في النهاية ما قدر يواجه العدد الكبير. بعد ما أسقط كام واحد من القتلة وقع من التعب، وفي النهاية أصابه القاتل الرئيسي برصاصة في رأسه في هاللحظة الحرجة. فريق مار كان واضح أنه تكبد خسائر كبيرة. أعضاء فريق الإمدادات كانوا يجريوا مع الوقت لتحليل البيانات محاولين إيجاد طريق للهروب. فريق مار الصغير خسر كتير أعضاء الدعم كانوا بيحاولوا يحلوا البيانات بسرعة يدوروا على طريق يهربوا منه. بس للأسف القتلة متفوقين وعددهم كبير جدا. مار كان لازم يقود الناس يتحركوا بحذر جوا المبنى عشان يتجنبوا تفتيش القتلة. في نفس الوقت زي كان بيدي معلومات عن المكان عشان مار يلاقي مخرج للنقطة اللي اتفقوا عليها. بس لما لفوا على الركن اتهاجموا بقوة في الفوضى دي. أمي ضاعت لما حاولت تنقذ بنت صغيرة كانت بتتفرج على الهلعة. بعدين اتحاصرت واضطرت تهرب لجوا أوضة عشان تفكر ترد. كيف في الجهة الثانية مار كان بيقاتل ويدور على أمي في نفس الوقت. كان قلقان وسأل زي وما كانش متوقع إن رد زي هيكون إنه ما شافش أمي بعدها. ضغط على مار يقود دوا يتحرك الأول. مار فهم خطة العدو عشان يحافظوا على سلامة الهدف، مستعدين يضحوا بزملائهم. بس مار ما قدرش يقبل الطريقة دي وقرر يتجاهل أوامر جوا وفضل ينتظر لحد ما يلاقي أمي ويهربوا مع بعض. في اللحظة دي الطيارة المساعدة وصلت للمكان وكان معهم وقت 10 دقائق بس مع ضغط جوا مار ما اهتمش. دوا حس إنه ما ينفعش يقف ساكت وعرض يساعد في إنقاذ أمي. فمار ما قدرش غير إنه يثق فيه، فأعطى دوا السلاح مع تحذير قوي ما يخونش لو ما عملش كده. كله كان رايح على خراب. بعد كده بأمر من مار فريق الدعم قطعوا الكهرباء في الرواق. الاثنين استغلوا الظلمة وغطوا بعض ومشوا على صوت النار ناحية المكان اللي ممكن تكون فيه أمي المحاصرة جوا الأوضة حاولت تنقذ نفسها. أول حاجة عملتها إنها سدت الباب بالأغراض، وبعدين لقت شريط لاصق ولزقت جوز قنابل يدوية على الباب والحيطان. بعدين سحبت المرتبة جنبها عشان تحمي نفسها والطفلة وشدت الدبوس. لما العدو دخل الصوت العالي خلى العدو يتراجع وفتح مخرج لأمي. بعد ما تأكدت إن الطفلة بخير ما استغربتش وقت وخرجت تستعد تتجمع مع مار. لكن أول ما خرجت اتفاجأت بهجوم من القتلة، ولحسن حظها مهاراتها في الرماية كانت برو. أمي استغلت الحاجز وردت الهجوم تقريبا في نفس الوقت. دوا واجه شوية قتلة لوحده، بدأ هو الأول وقضى على واحد قوته في القتال كانت رهيبة رغم أنه كان لوحده. بس بسرعة خلص كل القتلة اللي كانوا قاعدين يستنوا. في الناحية الثانية مار كمان واجه زعيم القتلة مرة تانية. العدو حاول يقنعه يستسلم بس الموقف وصل لدرجة خطيرة. يا شباب كيف لماك يتنازل بسهولة؟ رد الزعيم القاتل. كان طلقة تانية على طول. MC استغل الفرصة ورمى قنبلة يدوية بنفس الوقت. آمي اتوقفت في غرفة من واحد جسمه كبير شافت العدو جاي بعنف فاستعجلت وتمثلت الضعف. طلبت منه يرحمها، ولما الزعيم استهتر آمي ردت بسرعة وخنته بورقة زجاج مكسورة من وراء ظهرها وطعنت رقبته. بس الغريب ما ماتش على طول، رجع ضربها بقوة. في لحظة الخطر دي MC ودوي جام مع بعض وبإرشاد البنت الصغيرة أنقذوا آمي اللي كانت على حافة الموت. بعدها الثلاثة ركضوا بأقصى سرعة على العربية وطلعوا من المكان الخطير. بس الوقت كان ضيق، الطيارة جاهزة تقلع، بس مين من منظمة القتلة يسمح لهم يهربوا بسهولة؟ يلا نشوف المعركة. العربة كانت مكملة نص الطريق وفجأة طلع الزعيم القاتل في النص وعيونه كلها حقد وجنون كأنه ناوي يضرب الضربة الأخيرة. لكن ماك ما عندوش وقت يضيع، الطيارة على وشك تقلع. بعد طلب لفريق الدعم يفعل طيارة بدون طيار محملة بقنبلة عشان يحل الموضوع بسرعة. بعد ما زد وافق المشغل قفل على هدف الزعيم وقذفت القنبلات صفارة وتنزل كالصاعقة. مزقت الزعيم وعربيته إلى أشلاء. ماك زاد السرعة وراح المطار. الطيارة كانت مستنية، صوت المحرك كأنه بيقول لهم أسرعوا في آخر لحظة. الثلاثة وصلوا
ودوي نفذ وعده وسلم رمز القرص المشفر. ماكا ما قدرش يستنى، ركض ناحية دوي. فريق الدعم دخل الرمز وفعلا لقوا مكان المواد المفقودة، كل حاجة ماشية حلوة لدرجة مش معقولة. بس امسي حس بقلق غريب، دوي كان غامض طول الوقت، بس ما كانش في سبب يمنعهم يطلعوا الطيارة. الحمد لله. آمي كمان راح يروح معانا عشان يكمل مهمة الحماية، بس ما حد توقع إنه أول ما الطيارة تقلع نبض قلب جو زاد فجأة. بعدها كمبيوتر فريق الدعم اتهاجم بفيروس غريب وكل البيانات اختفت. رموز على الشاشة بتتغير بشكل غامض، الرموز اتجمعت وصارت صورة مش واضحة، ولما الصورة وضحت ظهر وجه الولد الروسي اللي اتقتل في المهمة السابقة. RN شاف ده وخاف جامد. في اللحظة دي دي فهم إن رمز القرص بالروسية معناه الوحدة. فكر في مهمة التطهير السنة اللي فاتت، مش في شارع عيد الميلاد رقم 111. فجأة افتكر إن كل ده فخ، الروس كانوا وراها عشان يقضوا على الفريق الخاص في ضربة واحدة. خطة معقدة وخطيرة كلها في خدمة روسيا. بس لما زد فهم ده، فريق روسي دخل فجأة في أوضة هوي، ما كان في وقت يردوا في طرفة عين. اتقتلوا كلهم بلا رحمة بعد ثواني. الأوضة بقت مليانة جثث باردة في نفس الوقت. أم ساب بالعربية وحس بحاجة، وقف فجأة، لف على الطيارة اللي أقلعت، وشه مليان قلق وخوف. آمي في الطيارة لسه مش عارف مصيره. تبين إن كل ده كان خطة انتقام متقنة، والولد الروسي كان شرارة الكارثة. أمه كانت عندها سلطة وثروة كبيرة في المهمة السنة اللي فاتت عشان تنتقم لولدها الوحيد. رتبت الفخ ده كله لأنه ظاهريا كان مصدر معلومات عند ال CIA في جنوب شرق آسيا، بس في الحقيقة كان جاسوس روسي متخفي من أول ما بدأ يعطي معلومات لآمي. الخطة بدأت سرا، نجح في إجبار أمريكا. تبعت الفريق الخاص يدور على مواد مش موجودة أساسا، بعدها كسب ثقتهم شوية شوية، وبعدها تعاون مع عملاء روس، لقى مكان فريق الدعم ودمر الفريق القتالي القوي ده. والنتيجة كانت هزيمة قاسية بغضب أما ماك نجا، بس اضطر يقبل استجواب CIA لأن فريق الدعم كله اتدمر. فماك والفرقة ما عرفوش الحقيقة، وآمي والطيار يمكن يكونوا اتقتلوا. ماك رجع وفكر في كل حاجة كتير، وحس إن الموضوع مش بسيط. واضح إن الصراع الذهني بينهم لسه ما خلصش. هنا بتخلص القصة. بالمختصر قصة الفيلم مش معقدة، والمخرج استخدم سرعة في السرد مع مشاهد أكشن جامدة، عمل مهمة حماية مشوقة، وكمان الفيلم مليان تقلبات وخطط داخل خطط، زي حقيقة مصدر المعلومات والقوة وراه الحاجات دي. زود التعقيد وتشويق القصة. لو مهتمين شوفوا الفيلم الأصلي ماي 22. قيمة الفيلم في سمعته، وقيمة المراجعة في إحساس القصة. اليوم ننهي هنا، شكرا لمتابعتكم. إيه رأيكم في الفيلم؟ شاركونا تعليقاتكم تحت.